طيب بقى بنت حيل ايه بقى مني امتى؟ جمعه الجمعة. الجمعه مش بعيد. بالظبط. الجمعه نخلص وان شاء الله نيجي. انت بتقول ايه؟ جنوب افريقيا هتكسب. الموضوع خلصان. صح. ماتش مصر وجنوب افريقيا مصر وجنوب افريقيا 2-0 لمصر. 3-1 جنوب افريقيا. 3-1 جنوب افريقيا وهنطلع بفضيحه والشناوي هيخرج على نقل. اللعبة كبرت منك يا سيدي، كبرت منك يا سيدي. ألف مبروك لمنتخب مصر، أول منتخب يضمن التأهل رسميا لدور ال16، وإحنا هنا كنا دايما واثقين إن المنتخب والجهاز الفني هو هيعرفوا فين بتاع يتأهلوا. 3-1 ده؟ ابو حميد كان في حد هنا متوقع ان منتخب مصر هيخسر 3-1 ريح. وان الشناوي هيطلع على نقال، أيوة. وان احنا كسبنا زيمبابوي بالصدفه وانها اضعف فرقه وهتتغلب برضه 3-1. ما شفتش انت الشخص ده؟ إخواني، لقد تسرعنا في الحكم على منتخب مصر والكابتن القدير حسام حسن. تمام كده؟ طيب انت شايف. احمد المغرب بتلعب وحش. انا قلت حاجه صح والله، بتلعب وحش والله بيلعبوا وحش. هو انت مش مكسوف؟ يا عم خايفين اهم. خايفين ايه؟ ما هو بيلعبوا بيترعش يعني قدامك؟ اه زي مصري صح؟ هنتغلب من جنوب افريقيا 3-1 صح؟ يا عم خلاص ربنا كرم. بص انا اقول لك الحاجه، انا بمشيها عكس. خليني ما كده مع المنتخب لغايه لما اوصلهم للنهائي. يا ولد هزقهم للنهائي. يا ولد خليك عنصر الخبره هو اللي يكسب. سيب الشباب متحمس واللي هو عايزه. شفت بقى الفرق؟ طب انا راضي ذمتك. شايف انا نفسك؟ راضي شايف ذمتك. نفسك ازاي؟ انا راضي. ما انا هقول لك على حاجه. قول لي شايف هقول لك. نفسك ازاي؟ بعيد عن انا شايف نفسي ازاي. قال يا عم انا راضي ذمتك. انا راضي ذمتك. انت كنت شايف الشناوي هيطلع يصد كده؟ ده منظر الشناوي بتاع الماتش اللي فات. اتكلم صح بقى. انا معاك، اتفضل انا سامعك. هو الشناوي عمل كده عشان الماتش اللي فات. بص، هو المنطق وكل حاجه يعني والعداله تقول ان مصطفى شوبير يلعب. اهو الحمد لله ده حلو. صح. ده الصح. تمام. بس حسام حسن لو كان لاعب شوبير النهارده كان خسر الشناوي للابد. ليه؟ لان هو مش مريحه مثلا. عارف لو كان ما لعبوش من اول البطوله عادي، انما الشناوي يلعب وحش الماتش اللي بعديه يقعد دكه كده انتهى. فحسام راهن الرهان الاصعب وكسب. والشناوي بقى لعب بحماس بقى، اللي هو بيلعب على تاريخه يعني، فاهم؟ تاريخه اللي فات واللي جاي. هو بما يرضي الله. مان اوف ذا ماتش. مان اوف ذا ماتش. اقول لك هو حسام راهن رهان وكسب. انا اسف. ايه؟ انا اسف، بعتذر له. مش عجباني. انا اسف. طب وانا مش هتعتذر لي؟ لا. إيه مش فاكر؟ انت نو. يوم الجمعه لا مش فاكر. مش فاكر صح؟ طب بص يا باشا، قول لي بقى. الخطه النهارده نتكلم كفنيين. الخطه النهارده 4-3-3 صريحه بالظبط. بتتقلب ل 3-4-3 في الحيازه. مين اللي بيلعب ليبرو؟ بتتغير، يا اما بيبقى رامي ربيعه يا اما بيبقى فتحي. حمدي فتحي. واحد من الاثنين. انا عاجبني قوي السويتش اللي هم عاملينه. كان بيحصل دايما ما بينهم وما بين بعض سويتش، ومروان كان واخد الناحيه مطرف شمال سيك احسن عشان يغطي على محمد حمدي وعشان يطلع الكوره، وكان بيطلع الكوره احسن. وبرده كان بيحصل فيه سويتش قدام ما بين الوينجات. بالظبط. يعني كنت بتلاقي زيزو وتريزيجيه الاثنين فري روم بيعكسوا مع نفسهم براحتهم. مره واحد تلاقي واحد كده ومره تلاقي واحد كده. صلاح كان اغلب الوقت ثابت او بيجر نفسه ناحيه جوه شويه عشان يبقى ايه ما مرموش. تعرف ان دي من الماتشات القليله قوي في تاريخ حسام حسن كمدرب انه يدافع حلو. بس هو دافع مضطر. بس دافع حلو. بس مضطر. يعني انا لو ما كانش محمد هاني بس دافع اتطرد. ايوه لا حلو جدا ووقف صح. كان قافل. ويعني معظم الناس كان في اوقات عايزانا نهاجم، لا انا كنت لا صح انت واقف قافل ممراتك. بالظبط. قلبت الطريقه في الشوط الثاني لما حصل الطرد ل4-4-1. هو صلاح هو اللي واقف على دايره نص الملعب، استلم الكوره عارف يعني الناس يستلمها بتلوم بيطلع. على امام عاشور انا اخر شايف الماتش.
انا شايف ان هي تعليمات. انا شايف اللي هو واخد تعليمات ونفذها بالحرف الواحد. بالظبط، اقف على الكوره. ومعلش انا هو شايف على الامام الكورة. مش حمل اللي هو يخالف تعليمات، فهو صح تمام 100 فل. بالظبط، هو كده عمل اللي عليه وزياده. هو عايزه عشان هو منزله يقف على الكوره. اللعيبه خلاص، هو اللعيبه ده هو كلها عايزه. فوق الممتاز. انا هم اتنين بس اللي عندي عليهم تعليق، زيزو وتريزيجيه. تريزيجيه من اخر الشوط الاول او من الدقيقه 35 البدني بتاعه وقع، مبقاش شايف قدامه، ما بيعملش حاجه. زيزو طول الماتش اوف. مين احسن لعيب بقى؟ وكده كده الشناوي خد مان اوف ذا ماتش. ده الرسمي. مين تاني كنت شايفه يستحقها بقى؟ فتحي، حمدي فتحي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. ياسر هو أسد. خط الظهر، عارف انا بحب خط ياسر ابراهيم الظهر ليه؟ كله. امكانيات مدافع مش قد كده، بس مجتهد. راجل راجل. اللي هي الجرينتا. يعني حتى في خدنا ماتشات الجرينتا. الاهلي المهمه بتلاقي ياسر، بتلاقيه لما بتحتاجه بتلاقيه. وبرضه حقيقة للحق، الراجل اللي قدام اللي جاب لنا الجون ده صلاح، ماله؟ برضه ده ليه؟ بيلن يا عم. حتى لو بيلن، لا حق الله، لعب النهارده ولعب حلو. بس مش قوي. طب لسه بص في الشوط الثاني لما حصل الطرد، في كذا كوره استلمها لوحده من وسط 2 و3. معلش ده مش مركز يعني، ده كانه بيلعب نص ملعب صريح، بوكس. استلم الكوره والباكات بتطلع وبيطلعها، وكان بيطلعنا لوحده. مم. فما تقوليش وحش، هو بس حلو. لسه ما ادانيش اللي انا عايزه. ماشي، بس لو بنتكلم عن مان اوف ذا ماتش، انا بالنسبه لي فتحي، حمدي فتحي. حمدي فتحي. حمدي فتحي. حمدي فتحي راجل برضه. انت بالنسبه لك مين؟ ياسر ابراهيم. ياسر بعد إبراهيم. الشناوي. لا انا قبل الشناوي. بعد الشناوي. انا قبل الشناوي. لا والله لا، بس هي في الشناوي كوره، هي الكوره الاخيره اللي بس بص الشناوي الشناوي. طلعها بايده، هي دي اللي جابت له لما تحط في اعتبارك اللي هو سمعه من الناس كلها بما فيهم احنا بعد الماتش اللي فات، هو الماتش ده حاجه من الاثنين، يا يكسر الدنيا زي ما عمل مش هيلعب تاني. يا مش هيلعب تاني. بس هو طلع راجل يعني. والناس برضو تقول لنا في الكومنتات كده هم شايفين مين مان اوف ذا ماتش، او اللي يستحقها، هل الشناوي ولا حد تاني؟ اوكي تمام. قيمنا اللعيبه، قيمنا الخطه. تعال نخش على ماتش انجولا. ندخل على الماتش. بس قبل ما ندخل على الماتش هنقول، عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا عايز ابارك لك على ايه؟ على التابلت الجميل ده. حبيبي ومعايا من زمان بس بدات تبان النظافه. الله يبارك لك. تعال نخش على ماتش انجولا. طب ما تيجي بس يعني نفصص الماتش بتاع مصر الاول وجنوب افريقيا اوكي ماشي. واحده واحده. عايز تفصل نجيب البتاع ده. اتفضل. مش عشان انت دافع فلوس يعني. ماشي اتفضل. اعمل ايه؟ العب براحتك لا. براحتك. ايش انا همسكه بس ايش كده. لسه ماتش المغرب بس عشان نشوف هيوصلوا لايه. انا عايز اعرف هم هيوصلوا لايه. لا هيكسبوا يمكن كده. ده الرهان الوحيد اللي هكسبه النهارده، الحاجه الوحيده اللي هيكسبوا هكسبها. كده. اتفضل. بص، اول حاجه زي ما قلنا، حسام حسن راهن على الشناوي عشان ما يخسروش للابد، وده الصعب. وده الصعب. ودي هو السكة اختار الصعب. الرهان الصعب وكسب، ماشي. فانا مبسوط له. حقه. هاني ما فيهاش كلام. محمد حمدي لا فيهاش تمام كلام. وحسام اللي طول عمره معروف انه عنيد، ما بقاش عنيد. هو شال حسام عبد المجيد وحط رامي ربيعه. انا ليه؟ عجبني فكره اللي علشان هو رامي وياسر، هيدخله في نص الملعب وهتظبط وغير كده وهيسويتشوا. رامي وياسر بالظبط. اللي هو يعني بلاش فتي. لعبوا مع بعض من غير كذا فتي. سنه، ما فيهاش بس فتي. خلاص. ما فيهاش فتي. بس هنتكلم بقى امتى بقى مين فيهم؟ لما محمد عبد المنعم يرجع بالسلامه من لما ربنا السفر اللي يجيله هو بالسلامه. فيه. يعني فاهم؟ ربنا يجيبه بالسلامه. يعني دي اطول اصابه صليبي يعني. ده كده مش صليبي، ده معمول له عمل. هو المشكله لما هيرجع عامل ازاي. ما هي دي اللقطه بقى. في ناس ما أنت عارف بترجعش أنا من نفسي في إيه؟ الصليبي. بس انا عارف ان ده مش هيحصل مم. والله. بس يا ريت يرجع يعملوها. مثلا على الادوار الاخيره. لا يا ريت يحصل عشان خاطر مصر. امال. عبد المنعم يجي الاهلي في يناير، لان انا ما اضمنش ان هو يلعب مع فرقته اللي بره. لا حلو. هيعرف هيلعب هيعرف اول ما يرجع. مش اول ما يرجع بس هياخد يعني. هم عامه بره ده. هو عامه محمد عبد السيستم المنعم بره. لو ما لعبش ومش فورمه لازم يلعب اساسي في هو ده المنتخب. السيستم بره. حتى لما لعيب لسه راجع من اصابه زي الصليبي، انا ما ينفعش اديله يلعب اساسي. انا هبتدي امهده وهنزله هيلعب. ممكن بعد كده ياخد اساسي عادي. بس فرقته دي انا بقول لك هيلعب. يعني الدوري الفرنساوي هناك مصنع. انت بتتكلم خلاص. هي رامي ربيعه ياسر ابراهيم ماشي. رجع عبد المنعم، نشوف بقى ساعتها هيبقى ياسر اللي جنبه ولا ما رامي. اعتقدش ان هو هيلعب بس في اللي موجود لا هيلحق كاس عالم ان شاء الله. كاس العالم. انا بتكلم على البطوله. ماشي. لا ما انا من ساعتها انت لسه متاثر برضو
ما كانش رهان خسرته. خلاص نزلت على دماغي يعني شوية. محمد عبد المنعم هيجي ازاي في يمكن في خلاص الماتشة اللي جايه؟ خلاص حاضر، انا انت اسف، عشان شفته قاعد على الدكه المره اللي فاتت، انا اسف ده كان قاعد بلبس الخروج. خلاص عارف انت العيال في خلاص المدرسه ما كانش واحد جله. خلاص مركز اتفضل. مركز. انا مركز اهو. انا مفيش رهان. خلينا معاه. سماح. كم؟ انا مسامحك. انت مسامحني؟ انا مسامحك. انا مش مسامح. اتفضل. ماشي. جيت في نص الملعب حطيت مين؟ مروان عطيه، مروان عطيه وحمدي وزيزو. فتحي. وحمدي فتحي وزيزو. حلو. وحمدي فتحي بيبدل عشان هو رامي حمدي ربيعه. بيبدل هو رامي ربيعه او بيرجع ورا رامي وياسر. بالظبط. ولعبها قبل كده كتير مع الاهلي وموسيماني. وعملها حلو، صح؟ وعملها حلو قوي. كان عامل بيه شغل حلو قوي عمل لما مع كان لعب مع موسيماني بيلعب موسيماني نفس بالليبرو. الدور، خد نفس الدور مع موسيماني. بالظبط. قفل نص الملعب حلو، قفل الجبهات. بس انا اقول لك على حاجه، يعني سيبك الكلام ده كله يعني بان انت الشوط الماتش اللي فات كنت الثاني. بتتكلم على سرعات جنوب سرعات افريقيا جنوب أفريقيا. على الوينجات. هو عرف يقفل معروف. بس الكلام ده ما كانش باين الشوط الاول. احنا الشوط الاول كنا هجوميا باينين اكتر بكتير. حلو، عشان في الشوط الاول كان ماسك ما هي الفكره في ايه؟ انا بحمي جوني. بحمي جوني بطريقتين، وهم برضه عندهم طريقه، هم ما كانوش عايزين يهاجموا في الشوط الاول. انا بحمي جوني بطريقتين. طريقه ان انا استحوذ، طريقه جوارديولا، انا استحوذ سلبي الكوره كده معايا فما فيش خطوره مفيش عليا. حاجه. او بطريقه مورينيو، يا عم الكوره معاك انا مش عارف اخدها منك، بس أنا مش هرص بقى هتخش، مش هتعدي. مش هتعدي. تمام. ماشي. هي الاولانيه اسهل على فكره. هي لو انت معاك الكوره بتبقى اسهل بكتير، لان الكوره معايا، فايه الخطر اللي ممكن يحصل لي طول ما الكوره معايا؟ بس ابقى مأمن نفسي. هو كان بيعمل كده الشوط الاول وهم ساعدونا في كده بالظبط، عشان هم ما كانوش عايزين يهاجموا، هم كان اكترتهم اللي هم عايزين يستقبلوا لعب. عارف ليه؟ ويفرهدونا. عشان المدرب بتاعهم هوجو بروس ده قديم. مش ده طلعنا قبل كده؟ ده خرجنا من حاجه. خسرنا النهائي في 2017 لما كان بيدرب الكاميرون. ايوه كمان كان بيدرب جنوب افريقيا 2019. طيب يعني ده واخدنا رايح جاي، حافظنا يعني. حصل. فانا زي ما بقول لك، هو ده ايه؟ مدرب مرقع. حلو. هو قرا من الماتش اللي فات ان احنا البدني بتاعنا بيقع. دي حقيقه. فراح اعمل ايه؟ قال لك ايه؟ سيبهم يهلكوا الشوط الاول، بعد كده العب الكوره الشوط الثاني. بعد كده العب كوره الشوط الثاني. فزي ما بقول لك كده، هو حسام لو مشيت معاه زي ما هي ماشيه، على الاقل وصل نهائي. لا حسام هيروح في حته حلوه. ليه بقى؟ لان انت لو خدت بالك هو كل شويه بياخد ثقه، واللي هيزود الثقه دي المكسب. يعني حسام النهارده بكل جرأه زي ما بنقول مش بعيد الماتش جاي بيطلع صلاح. مش هتحصل ماشي، عشان هو مش عشان حسام، عشان صلاح يعني. بس خلاص يعني خلينا نعدي. هو هيبقى هناك وهنا. بالظبط. هو في ايه؟ ما فيش غيره. بس هو فكر صح. ليه هو ليه خرج مرموش؟ ما خرجش تريزيجيه ولا زيزو؟ عشان موجود تريزيجيه دفاع. بيعرف يدافع، عشان موجود دفاع، وزيزو بيعرف يدافع. حلو. بس هم صلاح كانوش بيعرف يرفع باين، الكورة. بس هم ما كانوش باينين. ماشي، بس بيعرف يدافع. يعني هو عنده الامكانيات الدفاعيه. ماشي. يعني تريزيجيه بيلعب 8 عادي، زيزو بيلعب 8، بيلعب باك يمين، يعني عنده الحته دي. ماشي حلو. اوكي. امام نازل عشان يوقف على الكوره، وهو عمل كده. عمل اللي هو عمل هو المطلوب منه. هو روبوت، مش مطلوب يا باشا. حتى لو طلعت بالكوره افضل واقف على الكوره. والوحيد أنا هقف بقى على اللي يعرف الكورة. يلعب باك يمين مكان محمد هاني ده كده، وعملها قبل كده في بطوله افريقيا وكان ممتاز. بس هو طبعا وهو فت اكتر. لا امام بيلعب في اي حته. هو كان كويس برضه. هو كان كان النهارده حلو كويس. النهارده، بس بقول لك النهاردة يعني لا كويس. هو فت اكتر. كان هيعرف يعمل الناحيه دي أداء بالنسبه له ولا حاجه ياخدها رايح جاي ولا اي حاجه. اتصرف صح حسام حسن. ماشي. ليه؟ هو قسم الماتش مراحل. او خد كل قرار في مكانه في وقته. بالظبط. من الدقيقه 46 الشوط الثاني بيلعب 10، عمل دروب باك، عمل التغييره دي 4-4-1. قفل. الاربعه قافلين ورا بعض بالظبط. الرابين قفلوا المساحات. صلاح هو الوحيد اللي قدام. الدنيا ماشيه كويس. جه في الدقيقه 80 راح ساحب زيزو وتريزيجيه اللي انت عايزهم يخرجوا. ايوه عشان البدني بتاعهم وقع. ليه بقى؟ ده معناه انه حسام او شايف كويس. او انت عارف دي الحاجه الوحيده اللي انا خايف منها. ايه بقى؟ احنا من الماتش التاني واللعيبه البدني بتاعها ابتدى يقع بريتم مش طبيعي، ريتم وحش. دي بقى اللي يخوف، ده اللي يخوف بعد كده. او ماتوشه مهمه طبعا، ده اللي هيخوف بعد كده. بس ده معناه ان حسام لا هو شايف الماتش صح. يعني انت من شويه قلت ايه؟ قلت بس زيزو وتريزيجيه هو فعلا دول اللي طلعهم بعد مرموش. انا كنت عايز ابدل سيكا بس مش اكتر. بس ماشي. هو تمام. هو تمام. هو مليون هو قسم الماتش مراحل. جه في الدقيقه 80 راح ساحب زيزو وتريزيجيه ومنزل محمد شحاته، وبعدها بشويه سحب صلاح ذات نفسه، ردم نص الملعب، سحب صلاح، نزل اسامه فيصل يجري ويخبط وبتاع. واسامه برده بيعرف يلعب وينج شمال، فهيعرف يقفل على الخط والكلام ده كله. فاهم؟ لا انا عايز اخرج كسبان،
انا عايز اخرج بالثلاث نقط، يبقى معايا 6 نقط، اول مجموعه يبقى انا كده اول مجموعه. ماليش دعوه بقى بيكم. ماليش دعوه بقى باللي هيحصل. ماتش انجولا هنكسبه كده كده، حتى لو ريح ناس ولعب وبتاع، ولا البريلاي تاني؟ لو ليك راي تاني قول. مش هنكسب، يا قول هنتعادل برضو؟ هنتعادل انت تاني. هنتعادل عشان حاسس لو هيجرب حاجات، هيجرب حاجات والله كان يا نفسه يا رب فيها. تكسب بقى الرهان، بس لو تعادلنا برضو اول مجموعه فتمام، ما عنديش مشكله. ماشي اول مجموعه عادي. بس احنا هنكسب. بس خد بالك، لو تقريبا احنا لو تعادلنا اول مجموعه هنلعب تالت مجموعه المغرب. حلو. تالت مجموعه المغرب هيبقى حاجه رخمه. ليه؟ اصل انت عندك مين اللي هيبقى التالت؟ يا مالي يا مالي جزر يا القمر جزر القمر. يا زامبيا. يعني زامبيا ما اعتقدش. وبنسبه كبيره هيبقى يا هيبقى جزر مالي القمر. يا مالي يا جزر. هم ما- هيلعبوا بعض على على الثاني فكره يا والتالت. جزر القمر يعني منتخب شبهنا شويه، اه. تنح. طب هو السؤال بقى معلش يعني، انا مش عارف التفصيله دي. ايه التفصيل؟ طيب هو احنا ليه متاكدين ان مجموعه المغرب هيطلع فيها واحد من احسن توالد؟ لا، ما انا بقول لك، انا بقول لك ان كيس انا ما غالبا اعرفش. مجموعه المغرب هيصعد أنا ما منها أعرفش. 2 بس، المغرب وحد كمان غالبا مالي، لان الثالث هيبقى نقطتين، تقريبا مش هيصعد. هي على فكره في جزر الكيس دي القمر بقى كانت مين؟ لسه متعادله. في الكيس دي لسه بقى واخدة نعمل نقطة. ايه؟ يعني هنلاعب مين؟ لا، ما اي ثينك هيبقى هنشفت مجموعه تانية، بس مش عارف مين المجموعه التانية هنشفت لها. اوكي. تقريبا بقى اللي بعدينا، المجموعه اللي بعدينا اللي هي جروب سي ده اللي هو فيه تونس. تقريبا اللي فيه تونس. انت بكل الاحوال لو طلعت اول هتلاعب ثالث، دي حاجه كويسه. كده هتلاعب تالت، هتلاعب واحد من احسن دي حاجه التوالت. كويسه، فانت كده ضامن تطلع على الدور اللي بعده ان شاء الله يعني. باذن الله. توقعك لماتش انجول هنكسب كام؟ ما جو هنكسب كام بقى لا عادي، احنا بنرمي وجو بنلعب. مسابقات يلا كوره. لا بنلعب لعب عادي. واكسب كوره كفر هديه وبتاع. هخلع لك هاخد الكوره دي اللي وانا هو- ماشي صح؟ هخلعها لك. لا انا عايز التابلت. غير ماشي. هنكسب كام؟ بص احنا مش بتوع سكور، 2-0. 1-1 ونطلع اول مجموعه وتبقى مرضيه. 2-0. 1-1 وعادي بصفاء نيه يعني. ولو المنتخب بيكسب يا سيدي وانا اللي بقوله غلط، كويس، خليني مع المنتخب لغايه لما اوصلوا المربع الذهبي. طيب انتوا متضايقين بص، ليه؟ 2-0 والمان اوف ذا ماتش من نص الملعب التاني، من نص يعني مش هيبقى الملعب. حد من المدافعين ولا الشناوي. مين مثلا؟ عارف بقى يبقى صايع امتى؟ ها؟ لو لعب شوبير. هو اظن المره دي بقى هتبقى عادي، عادي بقى يعني مش هتفرق مع الشناوي ولا هتضايق حد. بالظبط. هي النهارده لو ما نمشي كانش رجله بس. الشناوي لعب كان بطلها. لكن لو الماتش الجاي خلاص هتبقى عادي يعني، بالظبط. كانه بيريح. اه او هو فعلا بيريح عشان هو محتاج يريح، عشان كل ما كان بيعمل تراي الجهاز الطبي كان بينزل يشوفه. بالظبط. وانا من موقعي هذا واحنا بنتكلم على محمد الشناوي احب اوجه له رساله، ده بعد اذنك يعني. الكاميرا معاك، بص هنا، الكاميرا معاك، هي اتفضل دي صح؟ اتفضل براحتك. شفت بقى لما فردت ايدك وشك نور ازاي؟ بس خلاص. والاسئله دي انا عامل لي ازمه. حق والله عامل لي ازمه. هو النهارده بصراحه عمل كام تراي، بس انا نفسي اعرف ليه الجهاز الطبي في كل تراي بيطلع له. صحيح انت خدت بالك في التراي؟ بص يعني دي، يعني انا مش دكتور ما اعرف. ماشي، ولا دكتور عظام ولا نيله، بس الكتف والترقوه هم عظمتين رخمه ما بيخفوش، يعني ما بيخفوش. بص انا شفت حراس كتير حتى بره بالظبط لما بياخدوا اصابه في الاماكن دي، سواء في الظهر كتف خلصت. الترقوه، خلصت. ده قربهم بس دي ترشتجن ملهاش يعني، علاج يقعد يتفرج. ماشي، وهو حارس مرمى يعني مش هينفع يحط مسمار يعني، فاهم؟ لا وكل شويه يعمل كده، تخيل هو من غير مسمار ما بيفرش ايده، المسمار هيعمل ايه؟ الحمد يعمل لله كده. الحمد لله. خلاص الراجل عمل اللي عليه بقى، هو عمل ما تبقاش عليه شيخ النهارده بقى يا الصراحة. اخي بقى، الراجل هو عمل اللي ضحى عليه. بكتفه. هو النهارده ضحى. ده الله اعلم هيعرف يلعب تاني ولا لا بعد اللي عمله ده. عادي يا عم، مصر ولاده في شغل. ورجاله. صحيح شفت على احمد فكرة- الشناوي؟ لسه هقول لك. كنت لسه هقول لك، شفت احمد الشناوي لما قعد يضحك بعد ما صد الكرة؟ انت الكرة صديتها الأخرانية ازاي؟ ايوه اللي الشناوي اللي عملها كده. الشناوي شالها في اخر الماتش دي 94 دي بتاعت الكورنر، فالكاميرا قطعت على احمد الشناوي قاعد بيضحك، هو هو عملها بيضحك. ازاي؟ هو مش بيضحك ايوه هو مش سخرية، بيتريق، مبسوط إن هو مش الشناوي عارف، صدها. هو مش فاهم هي جت بس ازاي. الضحكه دي معناها لا صديتها زي محمد الشناوي. انت شفتها منين؟ انت شفتها ازاي اصلا؟ اللي هو يعني بص حتى صاحبك يا عم مش مصدق. الحمد لله اللي هو صدها، الحمد لله. لا بس جت سليمه. جت سليمه. بص انا بحب شوبير، مصطفى شوبير، والواد جامد ويستاهل، بس كانت هتبقى نهايه وحشه قوي لمحمد الشناوي بصراحه. طب خلاص هي خليها حلوه وينزل هو الماتش الجاي بالظبط. يجرب ويلعب هو ما ينزلش ويمشي رجله خالص. في البطوله، او يطلع مصاب ومكة. ومحدش يقول. لا خلاص هو كابتن الفرقه برضه هيلعب حلو واحنا لازم ندعم ولازم اه نشجع المنتخب، وانا بالظبط. اسف
بس انا نتعادل مع انجولا. بالظبط، هي جت علينا ما كل الناس بتشجع المنتخب. ايوه يعني لا قصدي يعني ما هدش في المنتخب يعني. بالظبط، بلاش بلاش بقى بلاش سلبيه. بلاش شغل اليوتيوب بقى وبتاع. بس على فكره هنتعادل مع انجولا. برضه مستحيل هنتعادل مع انجولا. هنكسب. ماشي يا عم، يا رب افضل غلط. طالما المنتخب هيعدي للاخر انا موافق، مش متضايق. خلاص يعني انا موافق والله موافق. موافق. انا مضحي عشان المنتخب. حاضر تمام، ماشي. اسلم عليك عشان نكسب الماتش الجاي. اشوفك الاثنين يا صاحبي. ان يوم شاء الاثنين الله بقى. الاثنين ان شاء الله. حبيبي يا ياسين، حبيبي يا أستاذ بكر.